حكرا مع حراقه، ومن بعد كانه دبر بلاصه كراها وحده. ومن بعد بعث لي رساله قال لي اشرح للتنظيم قضيتي. بعث لي رساله قال لي ابعثها لهم. تكلم في الرساله وشرح وضعيته، وكان يتحدث بصفته لازم يعاونوه، لازم يوقفوا معاه، لانه مش مجرد مناصر ولا حاجه، ودار عمليه طعن شرطي. وكان عنده تواصل مع جماعه الغرب اللي باش يدعموه مثلا ويتواصلوا معهم في نجاح المشروع هذا اللي كان دايره مثلا في العاصمه، اللي هو العمل الاغتيالات وغيرها وغيرها. لكن المشروع هذا ما نجحش بحكم الناس اللي متواصله معهم، هم قضى عليهم الجيش، قلت لهم الجيش، فقطع الاتصال معهم. قال لي خلاص تو شوف لي طريق باش نهاجر مناطق الدوله الاسلاميه.